ألف شكر المنتخب موزمبيق، مليون تحية للشعب الموزمبيقي. لك أن تتخيل عزيزي المشاهد إن لولا منتخب موزمبيق اتعادل مع غانا كانت مصر بره البطولة، كانت مصر ودعت البطولة من الدور الأول. منتخب موزمبيق اللي كان مغلوب من غانا 2-0 لغاية الدقيقة 90 قدر يتعادل ويحرز هدفين في الدقيقة 91 والدقيقة 94. ده كان سبب رئيسي ان مصر بتتأهل ب3 نقط كتاني مجموعة ب3 تعادلات في 3 مباريات. احرزنا 6 اهداف واستقبلنا 6 اهداف. بصراحة صعود بشق الانفس، صعود عامل زي الولادة القيصرية. يعني كلنا كنا محبوسين الأنفاس لآخر دقيقة، هل المنتخب هيصعد؟ هل المنتخب مش هيصعد؟ طب جبنا 2-1 تعادل في آخر دقيقة. يعني بصراحة كان ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالشعب المصري والجمهور المصري النهاردة انه يقدر له انه موزمبيق تتعادل في الآخر علشان منتخب مصر يصعد. نفس التحية لازم نوجهها لمجموعة معينة من اللعيبة الرجالة اللي تستحق التحية بجد. على رأسهم مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مروان عطية، وإمام عاشور، ومحمد هاني. دي الناس اللي أقدر أشكرها بجد. باقي اللعيبة بصراحة ما اقدرش اشكرهم لان ما كانوش في افضل مستوى ليهم، خاصة خط دفاع منتخب مصر علامات استفهام كبيرة. نفس الامر لمحمد الشناوي، نفس الامر لزيزو، نفس الامر لمحمد حمدي، نفس الامر لحمدي فتحي. بصراحة علامات استفهام. وقبليهم محمد صلاح ومحمد النني. يعني لولا الرجولة اللي كانت عند تريزيجيه لما نزل، وعمر مرموش ومصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد هاني ومروان عطية، المنتخب حتى ما كانش هيتأهل للدور الثاني. جهاز فني بقيادة فيتوريا ما يستحقش أي شكر ولا إشادة ولا تحية. أداء ضعيف جدا، لأن زي ما قلنا من بداية البطولة إن العدل أساس الملك. الاختيارات من البداية فيها مجاملات، التشكيل اللي بيتحط فيه مجاملات. شفنا النهاردة ان اكبر مجاملة محمد النني لما اتشال من وسط الملعب واتحط مروان عطية اللي متألق الفترة الاخيرة. شفنا وسط ملعب مصر النهاردة كان شكله عامل ازاي. لا في ضغط، في استحواذ، في لعب، في نقلات للامام، في تغيير ملعب، في كور بوش الرجل. لا الموضوع مختلف تماما. ليه؟ علشان ده العدل. يعني شوف انت لما شلت النني اللي انت بتلعبه مجاملة عشان انت ضميته ومحترف، والارسنال والحدوته اللي هي خلاص بقت مسخة دي، ولعبت النهارده لاعب اول مرة يلعب في كاس الامم الافريقية وبيلعب مباراة مصيرية، وكان من نجوم اللقاء النهارده مروان عطية. نفس الامر في البدايه ما كانش بادئ بامام عاشور. شفت اما لعبت امام عاشور الدنيا كلها بتتكلم على المستوى الرائع اللي بيأديه. ده اسمه العدل. ناقص حته صغيره قد كده لو عملتها خط دفاعك الكارثي ده هتلاقيه اتظبط، وهو ياسر ابراهيم اللي هو يستحق انه يلعب اساسي على احمد حجازي اللي انت برضه بتلعبه مجامله عشان لاعب قديم في المنتخب وكابتن المنتخب، فلازم يلعب. علشان كده ربنا بيعاقبك في الشكل الكارثي اللي موجود فيه دفاع منتخب مصر. زي ما جربت موضوع النني، انا بقول لك نصيحة مني، جرب موضوع ياسر ابراهيم الماتش الجاي بدل حجازي وشوف الصلابة والثغرات اللي هتتسد في دفاع منتخب مصر. طبعا النهاردة يعني هنفرح ونقول الحمد لله. بصراحة تأهل صعب جدا جدا، ولكن لازم فيتوريا يعيد حساباته عشان اللي جاي مش هزار. اللي جاي لو اتغلبت بره، اللي جاي ما فيهوش تعادلات. حتى لو خلصت تعادل هتلعب ضربات جزاء في الاخر. فاللي جاي لا اما تصعد لا اما نركب اول طيارة ونرجع بيها على مصر. عشان كده لازم تعيد حساباتك بشكل كويس جدا. من ضمن الحسابات ايضا وهو احمد سيد زيزو اللي انا مصر على رايي فيه ان هو ما يستحقش انه يلعب اساسي في منتخب مصر. يا جماعه هي المواضيع مش بالعافيه وخلاص، خدوهم بالصوت وخلاص. يعني لاعب بيلعب، انا ما اعرفش بيلعب ليه بصراحه.
لا اصل مش في مركزه. ادي النهارده اهو صلاح مش موجود اللي هو حجتك، ولا كأنه موجود في الملعب، ولا حسيت بيه في الملعب. ده مصطفى فتحي الشويه الصغيره اللي نزلهم مكانه لا حسيت بوجوده عنه بصراحه. استلم كوره، بيراوغ، بيعدي، بيشكل خطوره، بيعمل عرضيات. لكن زيزو لا حول ولا قوه. فاحنا لازم الفتره الجايه اللي يستحق هو اللي يلعب. يعني تلعب بالثلاثي الامامي مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد. لو عاوز تخلي مرموش او تريزيجيه واحد منهم يكون ورقه بديله، عندك مصطفى فتحي، راجل عنده حلول، راجل عنده مهاره، يقدر يصنع الفارق، يقدر يصنع هدف، يقدر ياخد ضربه جزاء. لكن غير كده بصراحه الموضوع صعب جدا. لازم الفتره اللي جايه تشوف حل في موضوع الدفاع، تشوف حل في موضوع الدفاع، تشوف حل في موضوع الدفاع. لان المنظر بتاع الدفاع ده الماتش اللي جاي اقول لك شكرا انت بره خلاص. لازم تعالج التمركز، تعالج الضغط، تلاعب الراجل اللي اسمه ياسر ابراهيم. يا عم اسمع كلامنا زي ما سمعت كلامنا في مروان عطيه والنني، في الاخر انت اللي شفت الفارق. لما سمعت كلامنا في امام عاشور شفت الفارق. احنا كلنا مصلحتنا في الاخر منتخب مصر، ما يهمناش الاسامي مين يلعب ولا مين ما يلعبش ولا مين في نادي ايه. احنا عايزين المنتخب يوصل لابعد حته في بطوله كاس الامم الافريقيه، ويعني نفسنا المنتخب ياخد البطوله. الجيل ده ما خدش بطوله افريقيا خالص، اخر بطوله خدناها 2010. فاتمنى ان يكون في عدل ويكون في تصحيح للاخطاء الفتره اللي جايه. اما بخصوص محمد صلاح فطبعا كان الامر بالنسبه لنا صدمه كلنا، موضوع سفره وانه يتعالج هناك وانه يتعلن ده قبل مباراه مصريه ليله المباراه، طبعا امر خاطئ جدا. اقعد اتعالج مع منتخب بلادك هنا، حتى لو ما كملتش مع اللعيبه او ما لعبتش تاني يكفي وجودك معاهم كقائد ليهم، زي ما امثله كتيره حصلت كل الناس اتكلمت عنها. لكن اسافر في توقيت زي ده واسيب المنتخب، ايش دراك ان احنا هنوصل؟ ما ممكن الماتش الجاي واللي بعده نخرج وخلاص خلصت القصه. ممكن وجودك يفرق مع الناس في دعمك ليهم، في كلامك ليهم، في توجيهاتك ليهم. ومع احترامي يعني الناس دي لو بذلت جهد وتعبت واستحقت وصلت نهائي، هتيجي تلعب نهائي ليه؟ ما هم الاولى. يعني هتيجي تلعب نهائي بتاع ايه؟ فأتمنى ان انت تراجع حساباتك في النقطة دي، لان سفرك هيعمل شرخ كبير اكتر مع جماهير الكورة في مصر. ولو هتسافر اتمنى منك طلب من اخوك الكبير، يعني يا ريت تسمع مني الطلب ده. في واحد في الفرقة بيلعب في انجلترا اسمه محمد النني، هتلاقي شعره كبير كده شوية، يا ريت تاخده معاك بالمرة والنبي، عشان احنا بجد دمنا اتحرق. يعني يا ريت النني تاخده معاك في الطياره، وانت يا نني ادي سفريه لانجلترا ببلاش وطياره خاصه والدنيا جميله، بس ترحمنا وتسيب اللعيبه اللي تستحق تلعب هي اللي تلعب. مليون مبروك للمنتخب، صعود حتى لو بشق الانفس. نفكر في اللي جاي، خلاص دور ال16 هنلاعب تاني المجموعه السادسه. لا اما يكون منتخب المغرب او منتخب زامبيا او الكونغو الديمقراطيه او تنزانيا. يعني بعيدا عن منتخب المغرب ان شاء الله الثلاثه التانيين في المتناول، نقدر نعدي ونقدر نكمل البطوله. تعليق اخير على اصابه الشناوي، بنقول له مليون سلامه. ولو ده حصل وحصلت اصابه كبيره، لا يبقى في سبب وفي سر بصراحه من محمد ابو جبل. هنبدا نشك في الامر، موضوع الاعمال وموضوع الدجالين زي عصام الحضري زمان. لان مش معقول كل بطوله افريقيا يتصاب الشناوي وابو جبل يكون البديل. يعني لو ابو جبل ما كانش مع المنتخب الفتره دي كان ممكن اقدر اقول ان لا الموضوع صدفة او قدرا، ولكن وجود ابو جبل تاني كلاكيت تاني مرة نفس اللي حصل في البطولة اللي فاتت، فالامر بصراحة مريب جدا. نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله ونكمل والاداء يتحسن وتكون بداية الانطلاقة من دور ال16 باذن الله. في النهاية بتمنى ان انت تدعم الفيديو بلايك وكومنت وشير وتدوس اشتراك في قناة اليوتيوب. في النهاية بحب اشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.